صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية أحبابي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال بون ويكاند واخا معطلة شوية اليوم الحد كيقولوا ما كاين حد ولكن كاينة جالي جوج شان صباحكم مبروك أحبابي. صباح الخير والرباح و100 ناقة في المرح، هاد الشي اللي كانوا تيقولوا لنا ياك هي هذيك، كنتمنى تكون صحيحة. صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين على وجوهكم الزوينة، كنتمنى تكونوا ارتحيتوا في هاد الويكاند هذا ودوزتوا دي بون مومون مع احبابكم وصحابكم واهلكم وبدلتوا الجو شوية، واستعدادات ديال العيد الكبير. انا عارفة كلشي دابا مشغول، كلشي ملاهي مع الوليدات، واللي باغي يسافر واللي باغي يكسي وليداتو واللي مضارب مع الحول واللي باقي ما شراش. الله يسهل على الجميع، واللي فنيتو شي حاجة الله يرزقو والله يرزقكم من واسع ويسهل لكم كاع الامور. غير بنادم ما يهزهاش من تقالت، لانه الله هو الرزاق في كل شيء. غير عقلها وتوكل على الله وربي راه سيرزق من واسع. لهذا حتى واحد ما يضيق خاطره، وحتى واحد ما يقول يا على بلاد يا على كذا، يا راه الخبر في راسكم. ما تشمئزوش من هذا الشيء هذا وما تدعيوش، لانه يقدر يكون باب العرش مفتوح والانسان ما سيعرفش دعاءه. إذا الإنسان ديما يتفادى، يحاول يطلب من الله الحوايج زوينين لعل يكون باب العرش مفتوح في أي لحظة وتستجب لنا كما نحب إن شاء الله. صباحكم مبروك من هذا المنبر، هذا طاقة إيجابية كبيرة بزاف تنصيفطها لكم، كنموت عليكم أنا. روحوا ليها وعايروها بالدلبة واش بدلتيني ماما هي الميمة. الهمسات الصباحية أحبابي اللي نقدر نتقاسمها معكم، يقولون لا تحبس الكلام الطيب في قلبك، امدح من يستحق واشكر من أسدى إليك معروفا وقل خيرا للجميع، فبعضهم يستمد سعادته من كلماتك ويصنع منها تفاؤله. الكلمات مصانع للسعادة والأمل والمحبة النقية. هي الميمة عمري ما نغراش وعوار في الكتابة ويا ضروري عمري ما نغراش عوار في كلعابة. صباحكم مبروك احبابي، كنتمنى تكونوا كتستافدوا معايا في هذه الصباحيات هذه ولو بالشيء القليل من هذه الكلمات اللي كنتقاسمها معكم. بطبيعه الحال كنتقاسم معكم حوايج اللي تكون مفيده ان شاء الله وتسمعوها وينشرح لها الصدر ديالكم. حبيت من باب المستملحات ومن باب اننا نضحكوا شويه في هذا الصباح هذا ونعطيكم طاقه ايجابيه شويه. قالوا في الهند، قالت في الجاهليه التالي، خليكم معايا. اش قالت هند؟ قالت هند: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والذر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، إن تدبروا نفارق فراقا غير وامق. تبارك الله على هند وأشنو قالت. وبالمقابل أشنو كان؟ فردت عليها هند زماننا أشنو قالت؟ قالت: أريده طويل وجماله فائق، يوفر لي سيارة وسائق، حتى لو كان مجرما أو سارق أو غبيا ومنافق، المهم غني وأمواله كماء ضافق، يطيعني بلا عائق، يغسل الأواني والمعالق، وينظف البيت دون حرائق، ويقلي البطاطس والنقانق، وإن عصاني أمزق الوثائق وأسجنه في دقائق. شق الزندات ما يصرالو ايوي، شفتوا ملي كتختل الموازين ديال بزاف د الحوايج في الحياه كيفاش كيعود التفكير ديال الانسان. للاسف اكيد هاد هند ديال هاد العصر هذا كاينين هندات هما بزاف الله لا يجعلنا منهم. الحمد لله الانسان يبقى في صباغته ويبقى على تربيته ويبقى في الاصول ديالو، لانه هاد الشيء هو اللي تيدوم. اما الزواق، اما الفلوس، اما اي حاجه تتجي وتتمشي، حيت حنا اللي تنديروا داكشي. حوايج حنا اللي تنديروهم، ذهب حنا اللي تنديروه، فلوس حنا اللي تنديروها، الطوموبيل حنا اللي تنديروها. اي حاجه في الدنيا كتعري على كتافك كتخدم كيرزقك سيدي ربي، كتمشي كدير محسن وقدر تكسب حسن من داكشي اللي كان عندك. لهذا الانسان ما عمره يفكر بهذا التفكير السلبي. من هذا المنبر هذا طاقه ايجابيه كبيره لكم هذا الصباح هذا، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال احبابي. نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، تنموت عليكم كيف العاده، ما كنسخش بكم. تبارك الله عليكم، في امان الله.